بسم الله توكلنا على الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نهار جديد وصباح جديد. يومياتي في البادية مع تربية الدجاج. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. شكرا لكم كاملين على التفاعل ديالكم، شكرا لكم كاملين على التعاليق، على النصائح، كلهم كنقراهم. شكرا. المهم قبل ما نبدا لكم موضوع ديال هذا الفيديو بغيت غير نطمئنكم على الحولي ديالنا. راه شويه الحمد لله مازال ما عندوش الحركه ديال الوقوف، ولكن ولا كيتحكم في الراس ديالو، يعني جالس. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يزيد يتحسن اكثر. المهم في هذا الفيديو بزاف ديال الناس اللي بغات تبدا في مشروع ديال تربيه الدجاج وما عارفاش السلبيات ديال هذا المشروع. اكيد كاينين ايجابيات وكاينين سلبيات في اي حاجه. المهم وكيفاش نتجنب هاد السلبيات ولا الخسائر الى قدر الله ولا وقعت في هذا الخطأ. ولا كل شيء صراحة كيعرف ان الدجاج مرة كيجي شي فيروس ويقدر يجر القطيع كامل او لا اكثر من نص. هنا كما ذكرت لكم وكنعاود ناكد ان الوقاية خير من العلاج. دائما الوقاية خير من العلاج. الناس اللي عندها مثلا 100 دجاجة ولتحت قليل فين غيجي المرض، حيت كيكون العدد قليل. حيت العدد قليل، ولكن الى كان العدد كبير خاصنا صراحه نردوا البال وبزاف. اكيد ملي كيكون العدد كبير راه بداك العدد راه كيقدر يضرب شي فيروس شي مرض. ما نشركوش الاعمار مختلفه ديال الدجاج. الا شركنا اعمار مختلفه في هذه الحاله حنا كنعرضوا القطيع ديالنا المرض الا وهو مرض الجدري. ومعروف مرض الجدري، ما كاينش اللي ما كيعرفوش العلامات ديالو، انه كيضرب فوق من العينين ديال الطائر، مهم في الراس ديالو. الا سديت على القطيع ديالي كذلك في العنبر او الكوري وكان مشكل ديال سوء التهويه كيجيه مرض الكوليزا، او كيجيه داك يعني كيضربوا ليه حتى العينين ديالو، كيضروا العينين، يقدر يتصاب يعني يضروا عينيه يعمى، تمشي ليه عين وتبقى عين. هادشي لا عاش. مهم راه كاينين هادي بالنسبه لي كنسميهم اخطاء. مرض اخر معروف انه كيضرب الدجاج اللي هو مرض الشخره، حتى هو كيجي الا كان العنبر اللي كيبيت فيه الدجاج المكان المبيت سخون والصباح كيخرج للمسرح كيضربوا الورد. مهم الاولى والاخرى ممكن ان المربي او صاحب القطيع يكون هو السبب الرئيسي في هذه المشاكل. كما قلت لكم العنبر كيكون سخون كيخرج الدجاج كيتصاب بالشخره كيولي كيخرخر. ردوا البال، الكوري او العنبر يكون مهوي باش نتفاداو الخسائر الى كتاب او وقعات الواقعه. وكذلك حسن التدبير. غتسولوني كيفاش؟ انا هنا كنهضر على الاستثمار، يعني راس المال نقسمه على كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه على ثلاثه: ثلث العلف والثلث السلعه والثلث ديال الفلوس ديالي كيبقى احتياط حتى الى طحت نعاود نوض مره اخرى. اما الناس اللي قراب ليك الا شافوك طحتي راه ما يبغوكش تنوض. داكشي علاش انا خاصني نكون داير الاحتياط ديالي باش نوض، ما نحتاج حتى حد ينوض بالاذن ديال الله وبالقدره ديال الله سبحانه وتعالى، نعاود نوض بوحدي من جديد. واحد الخطا كيطيحوا فيه كذلك خصوصا المبتدئ، وطحت فيه انا في الايامات الاولى ديالي في هذا المشروع، هو ان كيمشي السوق كيلقى الواحد كيلقى سلعه رخيصه، وانا ولا هو ما عارفش ديك السلعه واش مداويه ما مداوياش، ملقحه ما ملقحاش. كيجيبها كيوجدها واحد شهرين كيعتني بها، واحد شهرين كيبان العيب، ضرب تماره
وخسر فلوسو بلا فائده. بغيت نشري خويا ولا اختي السلعه ما فيها باس نمشي عند اي واحد للضيعه ديالو، نشوف السلعه عنده عجباتني ارتحيت ليها بانت لي نقيه بصحه جيده نتفاهم معاه عاد نشري. واخا غيتزاد عليا شويه ديال الثمن مقارنه مع السوق هانيه، ولكن غنربح سلعه نقيه. راه كيقول لك المثال عاد رخصو كتخليه نصو. في السوق معروف سميتو كيكونوا الامراض ما كاينش، راه مستحيل، راه كنقولها وكنعاود، راه مستحيل مثلا شي مرأة اولا شي حد عنده دجاجه بياضه كتبيض غيشدها وغيديها يشدها من راسو من رجلها وغيديها للسوق يبيعها، راه مستحيل. ما غيدي الدجاجه للسوق الا وغيكون فيها شي عيب، ما غيدي شي حاجه للسوق الا وكيقول السوق قابل على كل شيء. صراحه هذا راه هو الواقع ديالنا، كنا كنعرفوا هذا الشيء وكنطيحوا في داك القضيه ديال كما قلت لكم عاد رخصو. كيقول لك الشطيري كيتعشى ولا كيتغدى جوج المرات. المره الاولى نخسر شويه الفلوس ولكن نخسر على شي حاجه ديال الصح وشي حاجه اللي نقيه وبصحه جيده. مهم الاخوان اللي اول مره غيشاهدوا القناه ديالي ولا الفيديو وكيسولوا عندهم تخوف من مشروع ديال تربيه الدجاج، انا اليوم بغيت ناكد لكم وغنزيد ناكد لكم بانه مشروع مربح 100%. واخا كيكونوا خسائر ولكن راه مره راه دوك الارباح كتغطي عليهم. راه كيكونوا بعض مرات خسائر كما قلت لكم السبب ديالها الرئيسي هو داك صاحب القطيع اولا صاحب المشروع، هو كيدير اخطاء وكتكون النتيجه انه كيضيع في السلعه ديالو. مهم بلا ما نطول عليكم هذا الفيديو غنحبس هنا حدي هنا. مهم كنوعدكم اني ما غنبخلش عليكم بالنصائح والمعلومات اللي عندي على حساب التجربه ديالي المتواضعه، ربي هو اللي كيجازي. واي واحد عنده شي معلومه يحاول يشاركها مع الاخوان ويشاركها معنا، علاش لا، حنا في هذه القناه باش نتعاونوا باش تعم الفائده وراه كتبقى اكيد صدقه جاريه. راه اي معلومه تقدر تشاركها مع الناس، وربما ماشي كلشي عارف كلشي، راه انا عارفه شي حوايج انت تقدر ما تكونش عارفهم، وانت عارف شي حوايج نقدر انا ما نكونش عارفه، راه الكمال لله. مهم شكرا لكم كاملين على البصمة، على التعاليق الزوينة، على المعلومات، الناس اللي كيخليو نصائح، شكرا لكم كاملين الله يخطيكم. تسنوني فيديو جديد اكيد مع معلومات جديدة اكيد. اللي عنده شي سؤال يحاول يخليه لي في التعاليق. ان شاء الله في النهاية ديال هذا الاسبوع غننزل لكم فيديو اجابة على الاسئلة مرة اخرى. مع السلامة وشكرا.